زعتر، انا حاسس ان انت قربت تعرف تجمع تجميعات من كتر الفيديوهات اللي انت حضرتها معايا في الموضوع ده، والله العظيم. ربنا يحفظك يا ابني. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من ازاي تشتري. يا رب الحلقات اللي فاتت تكون عجبتكم، ومستني طبعا رايكم. لو في حاجه معينه حابين نتكلم عنها او نعمل عنها فيديو بسرعه، يا ريت تقولوا لي عنها في الكومنتات. حلقتنا النهارده مهمه جدا كمان، ما ينفعش تسترخص فيها وما ينفعش تعديها، علشان احنا النهارده هنتكلم عن التخزين بانواعه، سواء كان رامات او تخزين داخلي على الجهاز نفسه. مبدئيا بشكل عام، ايه هو الفرق ما بين التخزين وما بين الرامات؟ بشكل بسيط جدا، الرامات هي ذاكره تخزين مؤقت بيتخزن عليها الحاجات السريعه اللي المعالج محتاجها بسرعه، وخلي بالك انها بتتمسح بشكل دوري او بمجرد ما الكهرباء تتقطع عن الجهاز او حتى بمجرد ما بتقفل الجهاز. اما التخزين الداخلي فهو التخزين الدائم بتاعك اللي بتخزن عليه حاجتك بشكل دائم لحد ما انت بايدك تمسحها او لا قدر الله يحصل فيها مشكله وتبوظ او تتحرق. يعني من الاخر، الرامات هي الترابيزه اللي انت شغال عليها، اللي كل ما كانت اوسع وكل ما كانت اكبر كل ما اشتغلت بحريه اكبر وانتجت انتاجيه احسن واسرع. اما التخزين الداخلي فهو الدولاب اللي بعد ما بتخلص فيه شغل في الورق اللي قدامك على الترابيزه بتروح تخزنهم جواه عشان ما يضيعوش ولا يروحوا في حته. نتكلم عن اول جزء في الفيديو بتاعنا النهارده، اللي هو ايه هي الرامات. الرامات دي هي اللي بتخزن الاوامر والبيانات اللي المعالج بيحتاجها اثناء التشغيل. لو تفتكر في حلقه المذر بورد قلت لك ان المذر بورد هي القلب اللي بيجمع كل اشلاء او اعضاء الجهاز كلها ببعضها، والمعالج هو العقل المسؤول عن معالجه كل البيانات. فاكر بقى في حلقه المعالج كمان لما قلت لك ان المعالج بيحتوي على كاش، الكاش ده اللي هو ذاكره سريعه بتخزن الحاجات السريعه اللي المعالج بيحتاجها اول باول. فال 1 هو الورقه اللي قدام الموظف على المكتب، ال 2 هي الادراج اللي جنب الموظف اللي هو برضه لما بيحتاج منها حاجه بيجيبها بس مش بنفس سرعه الورقه اللي قدامه، وال 3 هو الدولاب الكبير اللي وراه اللي بيضطر بقى يقوم عشان يفتحه ويجيب منه الورقه اللي هينفذ منها المهمه. طبعا لو اتكلمنا عن الرامات، فالرامات تقدر تقول مثلا ان هي المجمع بتاع مكاتب الشركه كلها. اما مثلا الهاردات او الاس اس دي فده الارشيف بقى، ده اللي فيه كل حاجه اللي لازم تنزل له 60 دور عشان تلاقي. لان ساعتها قلت لك انها عامله زي فكره الرامات، بس الذاكره اللي جوه المعالج اسرع كمان من الرامات دي. خلي بالك بقى ان الرامات دي كمان اسرع من التخزين ده، ايا كان ايه هو وايا كانت ايه هي سرعته. الفكره بكل بساطه ان الرامات دي بتخزن المعلومات اللي موجوده على الهارد. يعني تعالى نفترض مثلا انت فاتح لعبه او بتلعب لعبه او حاجه، اللعبه دي عباره عن ملفات كتير كده فوق بعضيها. الرامات دي البروسيسور بيقول لها خزني لي المعلومات الفلانيه المسؤوله عن مثلا حركه اللاعب او الطقس او الى اخره، خليها متخزنه عندك عشان اول ما احتاجها تديها لي على طول، لان انت بالنسبه لي اسرع من ان انا اطلبها من الام 2 او من التخزين اللي عندي. فالرامات كل ما حجمها زاد كل ما قدرت تخزن كميه داتا وبيانات اكتر عليها، تديها للمعالج بشكل اسرع فيسرع الانتاجيه بتاعتك او يحسن اداء اللعبه او يحسن اداء البرنامج اللي انت بتستخدمه. نيجي مثلا نتكلم على انواع الرامات. الرامات دي في منها لحد دلوقتي 6 اجيال. هتقول لي 6؟ هقول لك هتقول لي بس ده احنا اخرنا دي ار 5. هقول لك لا، لان انا حضرت جيل قبل الدي دي ار 1 اساسا كان اسمه الاس دي دي رام. احنا بالترتيب ظهر عندنا الاس دي دي رام، بعد الدي دي ار 1، الدي دي ار 2، الدي دي ار 3، الدي دي ار 4، الدي دي ار 5 اللي موجود دلوقتي. كل جيل طبعا كان احسن من اللي جيل اللي قبله، سواء في السرعه او في الحجم اللي هو كان بيقدر يشيله. ايه بقى اهم المواصفات اللي بتفرق رامه عن الثانيه عن الثالثه عن جيل عن جيل؟ نيجي نتكلم الاول عن الحجم. انا مثلا قدامي هنا عينتين اهمت. انا عندي عينه كيت بيجي من حبايه رام واحده او رامه واحده 8 جيجا، وقدامي مثلا كيت تاني اللي موجود في تجميعاتي الرئيسيه اللي هو 32 جيجا، بيجي عباره عن 2 في 16، كل رامه 16 في حبتين رامات. الحجم ده بيفرق في ايه؟ الحجم ده عامل زي التخزين اللي عندك على الجهاز بالظبط. التخزين ده كل ما كبر كل ما قدرت تخزن داتا اكتر. الرام كل ما حجمها كبر كل ما قدرت تخزن داتا عندها اكتر، تغذي بيها المعالج بشكل اسرع، بدل بقى ما المعالج يستنى ان الرام تاخد من التخزين وتخزن عندها عشان تديله. لا، كل ما هي كبرت كل ما قدرت تخزن داتا اكتر. ده بيحسن الاداء والانتاجيه بتاعتك. نيجي لحاجه مهمه وبند مهم لازم تركز عليه وانت بتشتري رامات، الا وهي السرعه. غالبا في التجميعات الاقتصاديه او المتوسطه بنركز على 3200 اللي هي التردد العادي خالص بتاع الدي دي ار 5 اللي هو البيز بتاع الدي دي ار 5. بس خلي بالك من حاجه مهمه، ان الرامات دي اساسا بتيجي من غير ما تشغل لها الاكس ام بي، تشتغل على 2600 بس. لازم تشغل لها حاجه اسمها الاكس ام بي بروفايل، مدعوم تقريبا في كل المذر بوردز اللي موجوده دلوقتي بتاعت الاجيال الحديثه كلها، بتخليها تشتغل على 3200 ميجا هرتز.
كاباسيتيز. طيب في اسرع من كده في دي دي ار 4؟ اه طبعا في اسرع من كده. انا لما جيت اطور الرامات بتاعتي من 3200 رحت دورت على رامات اقوى واسرع فاشتريت 3600. هي دي تقريبا كانت اقوى حاجه موجوده في الدي دي ار 4 ساعتها. سرعه الرامات دي بتفرق في ايه؟ دي يعني معناها دي سرعه النقل، ان الرام تسحب من الهارد وكمان تدي للبروسيسور. كل ما الرقم ده زاد كل ما كان احسن طبعا بشكل تلقائي. ولكن ده هينقلنا لنقطه مهمه بعدها اللي هي التوقيت او الليتنسي، السي ال بتاع الرامه دي. خلي بالك ان كل ما الرامه زادت كل ما السي ال بتاعها زاد. عاده طبعا في الرامات الغاليه جدا والنظيفه جدا بتبقى الرامات كبيره وسريعه وقويه وكمان السي ال بتاعها قليل. ولكن في الاجمال السي ال هيزعلك في التجميعات الاقتصاديه بتاعتنا؟ لا مش هيزعلك. حاول تاخد الحاجه اللي انت محتاجها باحسن سعر تلاقيه. انا مثلا لما جيت اشتري الليكسر دي لقيتها كانت اظن ايامها كانت سي ال 36 تقريبا، وكان متعارف عليه 32 على ما اتذكر لو انا الذاكره مش خايناني قوي. ولكن يعني عادي، انا لما ركبت 36 من 32 ما حسيتش باي فرق. طبعا انا استفدت بالحجم الاكبر والسرعه الاحسن، لكن السي ال ما ضايقنيش. خلي بالك ان السي ال يفرق قوي في حاجات معينه بقى في الشغل الاحترافي جدا، اللي هو انت الثانيه معاك في شغلك بتفرق. ولكن في الالعاب والكلام ده كله الكلام ده مش هيأثر معاك جامد ومش هيديك دروبات جامده في الالعاب مثلا او اداء ضعيف قوي في البرامج. نيجي بقى لحاجه مهمه اللي هي التشانلز. ان انت لما تروح تشتري رامات دي سنجل تشانل، يعني مثلا الرامه دي عشان ده كت لوحده مكتوب عليها سنجل تشانل، بس لما تركب معاها اختها على البورده هتشتغل دي ولا تشانل مفيش مشكله عادي. لكن هي لوحدها سنجل تشانل، لكن دي عشان جايه مع بعضيها دي ولا تشانل جاهزه على طول مفيش مشكله فيها. طب يعني ايه سنجل ودي ولا تشانل؟ فاكرين في حلقه المذر بورد لما قلت لك ان اضعف الايمان على ارخص بورده هتشتريها هتبقى 2 سلوتس رامات؟ لو انت عندك 2 سلوت خلاص انت بتشتري قطعتين الرامات، وخلي بالك ايا كان الحجم اللي انت هتحتاجه حاول تقسمه على 2. ما تقتنعش بموضوع ان انا هشتغل برامات 16 فاجيب حبايه واحده 16. انا هديك مثال بسيط خالص اهو. انت لو معاك شنطه وزنها 10 كيلو تشيلها في شنطه واحده في ايد واحده احسن، ولا تقسمها على شنطتين كل شنطه 5 كيلو؟ اكيد طبعا تقسمها على شنطتين احسن. الفكره في موضوع الدول تشانل انه بيقدر يخلي المعالج او البورد نفسها تقسم الشغل على الرامتين فيشتغلوا على التوازي، يخلصوا المهمات بشكل اسرع وبشكل احسن. الدول تشانل شيء مهم جدا جدا جدا، عشان كده دايما اقسم اي مساحه انت هتجيبها على رامتين عشان تستفاد بالدول تشانل من على البورد. طيب مثلا افترض ان ربنا كرمك واشتريت بورده احسن من دي كمان عليها 4 سلوت. دائما وابدا من المعروف ان احنا بنركب على مثلا A1 وB1 او A2 وB2. يعني ايه؟ انت عندك لو البورد عليها 4 رامات زي الصوره اللي هحطها لك قدامك دلوقتي، انت مثلا لو عندك البورد عليها كذا لون، لا ركب دايما الرامتين في اللونين اللي شبه بعض. طيب ما عندكش، اختار اول واحده وثالث واحده او ثاني واحده ورابع واحده وريح نفسك كده. انت خدت A1 مع B1 او A2 مع B2. فالدول تشانل حاجه مهمه جدا جدا جدا، وانك انت تقسم الرامات حاجه مهمه جدا جدا. شويه تحذيرات سريعه جدا بالنسبه لموضوع الرامات. اولا السلوتس، زي ما قلت لك اقسم دايما الرامات بتاعتك على دول تشانل على سلوتين. طيب هل ينفع اجيب رامه دي دي ار 3 مثلا؟ افترض ان دي دي ار 3، ان اجيب رامه دي دي ار 3 اركبها على ماذر بورد دي دي ار 4؟ مستحيل يحصل. قدامك حل من الاثنين، يا تكسر البورد يا تكسر الرامه اللي في ايدك، مش هتركب الفتحات. انت مثلا انا دي بشوفها بعيني كتير، انت لو معاك رامه دي دي ار 3 ورامه دي دي ار 4 حطهم قصاد بعضيهم كده وسويهم ببعضهم هتلاقي الفتحات مختلفه. اماكن السوكت اللي في النص اللي هو زي اللي هنا ده كده مثلا بالظبط مختلف، مكانه مختلف في رامه من الثانيه. انا مثلا لما اكون ماسك 3 4 رامات ومثلا من رامات الاستيراد او كده مش مكتوب عليها هي دي دي ار كام، بشوف مين الرامه اللي راكبه في الجهاز اللي معايا بشيلها وبحط الرامات كلها قصاد بعضيها واطلع منهم الرامات اللي جيل واحد. ابقى عارف مثلا ان اللي فتحاتهم كلهم قصاد بعض دول جيل واحد، دول مثلا كلهم دي دي ار 3 او دي دي ار 2 مثلا. ما ينفعش تركب ابدا 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 رامه من جيل مختلف على بورد من جيل مختلف. لازم مثلا تكون البورده دي دي ار 4 يبقى الرامه دي دي ار 4، البورد دي دي ار 3 يبقى الرامه دي دي ار 3، البورد دي دي ار 5 يبقى الرامه دي دي ار 5. اسوء الظروف مع اني في حياتي ما قابلتهاش ولا شفتها، لو ركبت عمرها ما هتشتغل وهتعمل لك مشاكل ضخمه جدا والجهاز هيقعد يزمر وهتدخل في موال اسود كبير قوي. لازم وانت بتشتري، عشان كده انا بدات بحلقه البورد، لازم البورد تكون متوافقه مع الرامات. ما ينفعش تروح تشتري بورد دي دي ار 5 وتغلط وتشتري رامات دي دي ار 4. شكرا، انت كده رميت فلوس في الارض بقى وتدخل في ارتجاع وموال اسود كبير كده انت في غنى عنه. لا يا باشا، انا عشان كده اهم حاجه قلت لك في الاول اختار البورد، لان على اساس البورد هتختار المعالج. هتقول لي ازاي؟ هقول لك لان انت حاطط في دماغك ان انت عايز الاداء الفلاني، الاداء الفلاني محتاج المعالج الفلاني، المعالج الفلاني محتاج البورده الفلانيه. يبقى انت اول حاجه لازم تجيبها هي البورد. ما تسترخصش في البورد وتعمل زي ناس. انا والله بالصدفه كنت في مول ما، قابلت حد بالصدفه في الاسانسير بيحكي لي هو برده ما شاء الله جمع جهاز قوي جدا كان اسوس برو ارت وكان حاجه محترمه واسترخص في البورد، دخل في مشاكل عدم استقرار كده ومواضيع كبيره. ده اللي بيحصل لما تحط معالج قوي على بورد ضعيف. يبقى نرجع لموضوعنا تاني، ان انت لازم تختار البورد الاول. انت اخترت البورد دي دي ار 4 يبقى هنختار رامات دي دي ار 4، اخترت البورد دي دي ار 5 يبقى نختار رامات دي دي ار 5. لازم البورده والرامات يكونوا متوافقين مع بعض.
كده تقريبا احنا خلصنا كلام عن الرامات. الرامات ما اظنش ان فيها حاجه اكتر من كده محتاجه انها تتذكر. ندخل بقى على التخزين. احنا بكل بساطه عندنا 3 انواع مهمه من انواع التخزين. طبعا النوع الثالث راكب في الكمبيوتر اللي شغال عندي دلوقتي فمش هعرف افكه، فهحط لك صورته مكانه هنا ما تتضايقش. انت عندك ابتدينا زمان بالهارد الميكانيكي العادي خالص اللي هو عباره عن جسم جواه اسطوانه ممغنطه، كذا اسطوانه فوق بعضيهم على حسب سعه الهارد. وخلي بالك ان ده مثلا هارد 1 تيرا تخين شويه، انا عندي في الجهاز 1 2 تيرا اتخن منه كمان. ال 500 بيبقى صغنطوط رفيع كده لطيف وجميل، اللي هو عباره عن قرص ممغنط او كذا قرص فوق بعضيهم عليهم اسطوانه عامله زي الجراموفون بتاع زمان كده مثلا بتقرا الداتا. يعني اسرع حاجه وصلنا له فيه كانت ال 7200 ار بي ام. دخلنا بعد كده على ظهر الاس اس دي، كان طبعا اسرع من ده بكتير، كان بيوصل ل 550 ميجا بايت في الثانيه، كان بيخلي الجهاز يفتح بسرعه جدا، كان طفره في الوقت بتاعه ساعتها. وبعد كده ظهر عندنا الان في ام اي او اللي هو اخر جيل موجود دلوقتي، وطبعا في منه الجيل الثالث والرابع والخامس الى اخره. انا القطعه اللي قدامي دي كانت الجيل الثالث. فبكل بساطه انت عندك 3 انواع اساسيه: اتش دي دي، اس اس دي، ان في ام اي. ان في ام اي ينقسم لكذا شق هنتكلم عنهم برضو كمان شويه. طيب شويه مصطلحات مهمه لازم تكون عارفها، يعني ايه داتا، يعني ايه سيتا، يعني ايه ان في ام اي. طيب في الهاردات الميكانيكيه بتاعت زمان للناس اللي حضرت الجيل بتاع كورت ديوب جميل ده والحاجات اللطيفه اللي احنا كنا فيها زمان، كان قبل سوكت الساتا ده كان في سوكت قديم اسمه داتا، كان سوكت تخين كده وكان كابل الباور بتاعها زي كابل الباور بتاع المراوح دلوقتي، 4 فتحات حديد كده بيركبوا فيه، وكان بيركب له حاجه صغيره كده مش فاكر اسمها دلوقتي، اللي كانت بتعين لو انت مركب اكتر من هارد او مركب هارد ودي في دي كان لازم تعين فيهم واحد ماستر وواحد سلاف، يعني مين الاساسي عشان الجهاز هيبوت من ايه. كنا في خيله كبيره ملهاش اول من اخر للجيل اللي حضر الكلام ده. ظهر بعديه الساتا، السوكت الساتا ده كان مريح، مفيش بقى ساتا وداتا ومفيش القرف ده كله، قصدي مفيش ماستر وسلاف ومفيش القرف ده كله. هو يا باشا ركب الاثنين مع بعضيهم وادخل على البايوس عين مين الاول ومين الثاني وخلصنا على كده. ظهر بعديه الاس اس دي على سوكت الساتا برضو، على وسط الساتا برضو، اللي كانت اقصى سرعه بيقدر يوصل لها 500 ميجا بايت في الثانيه. وبعد كده ظهر الان في ام اي اللي بيركب مباشر لطش في البورد على طول، في المذر بورد على طول. عشان كده قلت لك ركز المذر بورد بتاعتك عليها كام سلوت ان في ام اي. مفيش بورده جديده النهارده ايا كانت الفئه بتاعتها ما عليهاش ان في ام اي. الان في ام اي نزل منه كذا جيل، نزل منه الجيل الثالث زي اللي قدامي اللي هو السرعه بتاعته تقريبا بتوصل ل 3500 ميجا بايت في الثانيه. انا عايزك تتخيل الفرق، احنا كنا بنتكلم في 35 ميجا وبعدين وصلنا ل 550 ميجا وبعدين وصلنا ل 3500 وبعدين وصلنا في الجيل الرابع والخامس لحد دلوقتي ل 14000 و15000 وارقام فلكيه كده من نفس السوكت ده، خلي بالك اللي هو الام في ام اي. طيب الكلام ده مفيد ليك في ايه وانت بتشتري جهازك؟ صلي على النبي. انت دلوقتي رحت اشتريت تجميعه جميله جدا وكويسه سواء متوسطه او اقتصاديه حتى مفيش مشكله، واشتريت مثلا وحطيت فيها، ولنفترض ان انت دماغك وصلتك للغلطه الكبيره دي وحطيت فيها اتش دي دي، انت عندك فكره الجهاز ده هيفتح في قد ايه؟ انت هتحط عليه مثلا ويندوز 10 ده بعد ما تحمله، يعني ربنا يكرمك وتحمله، الجهاز ده هيفتح في حوالي دقيقه ونص، دقيقتين، 3 دقائق ممكن كمان لو انت عندك شويه برامج كده وحاجات حلوه لطيفه عليه. لا هيفتح في 3 دقائق، هياخد رقم صعب قوي. طيب لو حاطط له اس اس دي لا هيفتح في 15 ثانيه بس تقريبا، او 18 ثانيه، 20 ثانيه ماكسيمم لو انت طاحن الويندوز على الاخر. طب لو حاطط له ان في ام اي هيفتح حرفيا في 6 7 ثواني. طب دوس على زرار الباور عم تقعد على الكرسي بتاعك هيكون الجهاز بتاعك فتح مفيش مشكله فيه. فقيس بقى على كده اداء كل حاجه في الجهاز. انت مشغل لعبه، لما يجي البروسيسور وكارت الشاشه ياخدوا الداتا ياخدوها من هارد ولا ياخدوها من اس اس دي احسن ولا ياخدوها من ام دوت 2 احسن. وخلي بالك ان فرق الاسعار ما بينهم النهارده بقى غريب، يعني انت النهارده تروح تشتري مثلا اتش دي دي 500 جيجا، انا لسه شاريه تقريبا كان ب 300 جنيه او 280 او 320 حاجه زي كده. الاس اس دي الجديد النهارده بيتكلم في حوالي 800 جنيه تقريبا. الام دوت 2 ده يا جماعه ال 240 جيجا منه النهارده بيحكي فيه على حسب المحلات من 850 ل 1100، يعني ممكن تشتري ام دوت 2 120 جيجا مثلا او 128 جيجا للنظام بس بسعر اس اس دي. ليه تشتري اس اس دي؟ اشتري يا باشا ام دوت 2 طالما البورده بتاعتك تسمح بيه. وانا 500 مره قلت الكلام ده في التجميعات اللي عملتها قبل كده، لو البورده عندك عليها ام دوت 2 اختار ام دوت 2، هات ان في ام اي، ما تهزرش وما تدمرش الدنيا خالص على شويه كلام فاضي. فدلوقتي انت ايا كان انت مركب مين فيهم، ده هيعتمد على سرعه نقل البيانات ما بين قطع الجهاز، فده هيأثر كبير جدا على اداء الجهاز. صدقني ممكن جهاز في السماء حته اتش دي دي زي ده ينزله الارض، وممكن جهاز ضعفان، يعني حتى في كوميك على طول بيتريقوا عليه كده، انت عندك لابتوب بقاله 10 سنين وعايز يكمل معاك سنه ولا حاجه، اديله واحده اس اس دي هيمشي اموره معاك وهيكمل لك كمان كام سنه. انا زمان لما كان عندي مثلا اس اس دي صغير في اللابتوب، لما كنت بحب العب لعبه مثلا، هي اللعبه اللي انا بلعبها الفتره دي بقوم حاططها على الاس اس دي. هو كان مساحته صغيره، بزق الدنيا كده مع بعضيها واحطه على الاس اس دي عشان صدقني بيدي فرق كبير في الالعاب. صدقني الكلام ده ممكن يفرق معاك في فريمات الالعاب برقم كبير. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده بكل اختصار، مستني رايكم في الكومنتات ومتشكر قوي ان انتوا كملتوا الفيديو لحد هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زعتر انا حاسس ان انت قربت تعرف تجمع تجميعات من كتر الفيديوهات اللي انت حضرتها معايا في الموضوع ده، والله العظيم. ربنا يحفظك يا ابني.